هلو، يلا بينا بقى نعمل لوك موف خطير لعشاق الموفات، سموكي موف. يلا بينا نبتدي. اول حاجة اخدت اللون البينك الفاتح من باليت هدى بيوتي، ابتديت اعمل بيه بلند في اول الطرف العيون من بره، وكمان في الزاوية بتاعه العيون اللي من جوه. شايفين انا بعمل ايه بالظبط؟ انا ببتدي اخد اللون البينك الفاتح خالص، ببتدي ازوده شوية شوية ببلندنج براش الاكبر مقاس عندك بتاع البراش بتاع البلند اعملي بيها، وببتدي اتقل اللون. انا سايبة النص الجفن المتحرك مفهوش اي لون، وحاطة بس في الاطراف. زي ما انتوا شايفين انا كل شوية بزود اللون واحدة واحدة، وبعد كده بعمل بلند لبره. ابتديت بقى اخد اللون الموف من باليت انستازيا، وابتديت احطه في الجفن المتحرك نفسه. زي ما انتوا شايفين انا خدت بروش مبططة، وابتديت احط اللون الموف على الجفن المتحرك كله. بعد كده هنعمل العيون التانية، هاخد نفس الالوان. ابتديت اخد اللون البينك الفاتح خالص من باليت هدى بيوتي، وهعمل نفس الخطوات، وبزود شوية شوية اللون، مش بستعجل خالص، انا بزوده علشان يطلع معايا بالشكل اللي انا حباه. الطريقة سهلة جدا جدا، ممكن اسهل طريقة ممكن تعملي بيها سموكي. وكمان اللون يعني بتاع الموف السموكي طلع خطير. انا ما كنتش متخيلة ان هو هيطلع خطير بالشكل ده. لما تشوفوا الفاينل لوك في الاخر انا متواثقه ان هو ومتاكده ان هو هيعجبكم قوي قوي قوي. ويا ريت تطبقوا يا بنات الحاجات اللي انا بعملها دي، وتكتبوا لي تحت في الكومنت. وانا بحبكم جدا ومستنيه رايكم، ومستنيه كمان ان انتوا تطبقوا، حتى ابعتوا لي صور شغلكم تحت في الكومنت. هبقى مبسوطه قوي لو انتوا جربتوا اللوكات اللي انا بعملها. زي ما انتوا شايفين دي اخر خطوه انا بعملها. اخدت اللون الموف من باليت انستازيا، وابتديت اثبته على الجفن المتحرك كله، وانا بثبت اللون بعمل بلند. وفي الاخر هتشوفوا انا هعمل بلند للاي شادو كله بعد ما خلصت كل الالوان اللي انا حطاها. دلوقتي اخدت البنسل لاينر ده من بريتي، وابتديت اعمل ايلاينر. لو زي ما انتوا شايفين انا عملت ايلاينر بني يا بنات، ما عملتهوش اسود. البني طالع مع اللوك ده خطير، مودي الميك اب لوك ورسمة العيون في حتة تانية خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا برسم الاطراف، وبعد كده ببتدي ادخل واحدة واحدة ورسمت الوينج. طب انتوا شايفين بقى الحلاوة والعسل بتاع اللوك ده؟ انا صح كل اللي عملته عشان الخطوة دي ما تصورتش، انا اخدت الايلاينر الجليتر وعملت خط عند الكسرة بتاعة العيون، ادها برضو شكل حلو قوي. دلوقتي ببتدي اعمل الكونتور بتاع النوز، وانا هعمل لكم فيديو مفصل لان متابعه حبيبتي بعتت لي كومنت هي عايزاني اعملها فيديو مفصل عن الكونتور والهايلايتر، وهعمله لها قريب قوي وهنزله لها باذن الله. وزي ما انتوا شايفين دلوقتي انا بحط الرموش، حطيت رموش كثيفه بس قصيره، مش مفرغه برضو، يعني هي مش مفرغه، هي كثيفه وقصيره بالشكل ده. لا رسمة العيون يا بنات في حتة تانية خالص. دلوقتي بقى ببتدي اعمل اللاينر بتاع الرموش. ببتدي اخد اللون البني، هو الالوان اوكسيديه مع موفات فشكلها حلو قوي، يعني بجد بجد طبقوها وهتعجبكم قوي. ابتديت بقى اخد اللون اللي هو اغمق لون انا حطيته من فوق، عملت بيه اللاين بتاع الرموش من تحت، وبس كده. ده يكون الفاينل لوك. يا رب يكون الميك اب عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب تطبقوا الحاجات اللي انا بعملها لكم، وهتوحشوني قوي. وهستناكم في فيديو جديد ان شاء الله، واكتبوا لي تحت في الكومنت لو انتي حباني اعملك اي حاجه معينه. وبس كده، باي.